ولما تلاقوا الدنيا مش تمام عليكم بجوزين حمام. صباح الهنا والسعادة على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني وأي حد يوصل له الفيديو ده، وأتمنى لكم دايما كل الخير وكل الأوقات السعيدة اللي في حياتكم. هنعمل النهاردة حمام بطريقتين مختلفتين زي ما بتاكلوهم في المحلات وأحسن شوية، وكمان معاهم شوية طشة ملوخية. طيب هنعمل النهاردة الحمام بس بوصفتين أو بخلطتين، ونقول بسم الله ونبدأ نجيب طلباتنا. طبعا لو في ملوخية خضراء اتفضلي هاتي نص كيلو ملوخية خضراء حلو، وهاتيلك جوزين 3 حمام، طبعا على عدد الأسرة أو عدد الناس اللي هتاكل. أول خلطة هعملها لكم حلوة جدا وهتلاقوها قريبة جدا من خلطة المحلات وخلطة بالذات المحلات المشهورة زي حضرموت عنتر وأي حتة بتروحوا تاكلوا فيها حمام. هنيجي دلوقتي أول حاجة هجيب معلقتين سمنة حلوين، سواء بقى بلدي أو سمنة عادية، وهتحمري لي فيها كوباية رز يتحمروا لغاية ما تشوفي اللون الذهبي ده، وتكوني بشرة قد بصلتين بشر ناعم، وتحطيهم بعد ما تحمري الرز يبقى ذهبي زي ما انت شايفة. بعد كده هتنزلي عليه بأحلى بهارات. طبعا هنبدأ أول حاجة بالفلفل الأسود، هحط نص معلقة فلفل أسود ونص معلقة ملح أبيض مع نص معلقة قرفة. القرفة هتحول لك كل الأكل بتاعك من ناحية لناحية تانية، مع معلقة كبيرة بابريكا مدخنة. طبعا كل الحاجات دي هتديكي طعم حلو جدا. طب بس لسه في أهم حاجة اللي هي السماق. هتحطي معلقتين كبار سماق وهتقلبي بقى الخلطة دي كلها مع البصل مع الرز اللي انت شايفاه بقى لونه ذهبي ده، هيتشرب بقى من البصل ومن السماق ومن القرفة المطحونة ومن عندك كمان الفلفل الأسود. كل ده هيدي طعم حلو قوي للرز. طيب احنا دلوقتي هنزود كمان نص معلقة بهارات لحمة تديكي طعم حلو جدا برضو، أو ال7 بهارات زي ما هو متوفر عندك. بعد كده هنعمل ايه؟ هيكون عندي البويلر مليان مية سخنة، هنزل بكوباية مية سخنة بس، مش هزود. انا مش عايزة الرز عندي يستوي لدرجة ان هو يبقى يعني طري قوي، لا انا عايزاه يبقى وسط، يبقى 75% من ان هو مستوي، لانه لسه هنحشي بيه الحمام. واسيبه كده يشكشك على النار شويه واغطيه، واجهز بقى الحمام بتاعي ان انا خلاص انه هيتحشي بعد ما يوصل الرز معايا للطريقه دي او للمنظر ده. لا هو مستوي تقدري تاكليه، ولا هو ني هيبقى مثلا ياخد وقت كبير قوي داخل الحمام. وهبتدي ان انا بقى ايه اجهز كمان الشوربه اللي انا هسوي فيها الحمام. هيتحط فيها ورق لورا مع بصل مع طماطم مع طبعا نص معلقه من بهارات ال7 او ال11 بهار زي ما يكون المتوفر عندك وخلاص. المهم بعد كده هتجيب الحمام بتاعك، طبعا شكله قبل ما يتحشي حاجة وبعد ما هيتحشي حاجة تانية. بعد ما يتحشي هيبقى الحمامة قد 3 مرات ما كانت من غير ما تتحشي. هتمسكي الرقب وتمسكي من تحت الجلد، هتدخلي لي الحشوة دي في كل حتة في الحمامة، بحيث ان عايزاكي تفتكري مشهد العظيمة دلال عبد العزيز في كفر عسكر. احنا كنا كلنا بنبقى مبسوطين واحنا شايفينها وهي بتاكل الحمام اللي قدامها من شكله ومن قطمتها فيه. فاحنا عايزين نعمل الحمام بالشكل ده، عايزينها بعد ما نخلص الحشوة بتاعتها تبقى الحمامة اكنها فرخة. وزي ما انت شايفة كده هنبتدي ان احنا نخلص بقى كل الحمام وكل الحشوات. الحشوة بتاعتنا الاولانية بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، الحمامة بقت جميلة خلاص، هكنها على جنب واخلص التانية والتالتة والرابعة وهكذا. نخلص كل اللي عندي وهبتدي ان انا هقفل فيهم بطريقة معينة. ممكن ان انا اقفلهم بطريقة اللي هي السهلة اللي هي ممكن بستكس، وممكن بطريقة ان انا عايزة اقفل على الرز خالص بقى ما يهربش، اللي هي بطريقة ان انا اخيط الحمام كله بإبرة وفتلة زي ما انتم شايفين، بطريقة سهلة جدا جدا. المهم ان انت ما تخليش اي منفس ان الرز ده يطلع بره. وخلاص يبقى جهزنا اول جوزين حمام بالطريقه او بالحشوه اللي احنا عارفينها. طب الحشوه التانية دي هنعمل فيها ايه؟ الحشوه التانية دي من سهولتها وجمالها انت هتعمليها على طول وهتبقى طعمها حلو، ودي اكيد اللي والدتك بتعملها دايما، اللي هيبقى بدل ما انزل بالبصله بس، لا هنزل بالبصله ومعاها الكبد والقوانص متقطعين، وهبتدي ان انا اشوح الكبد والقوانص مع الرز المتحمر مع البصلة، بس بدون ما احط هنا بقى لا سماق ولا ازود في القرفة.
هنا هخليها بس بهارات لحمه وبس، مع الكبد والقوانص والفلفل الاسود، مع كل الكلام اللي احنا عاملينه في اول طلعه او اول خلطه. بعد كده هبتدي بقى ان انا 4 كده ان انا هسويهم، المعمولين بالكبد والقوانص لوحدهم واللي معمولين بالسماق لوحدهم. وهبتدي ان انا اخلي بالي واركز على التسويه، ما اخليهوش يتهري مني، عيني عليه دايما، ما ياخدش اكتر من 20 دقيقه او 25 دقيقه. بعد كده اصفيه بالمصفى بتاعه المكرونه واطلعه يبتدي يهدى. عندي طريقتين للتحمير بتاع الحمام، يا اما اول حاجه احط معلقه كاتشب على وشه وابتدي ان انا احمره في الزيت زي ما انتم شايفين، او هعمل خلطه حلوه قوي، هجيب طماطمايه وابتدي ان انا ابشرها وانزل عليها بمعلقه زيت ومعلقه بهارات لحمه ونص معلقه قرفه، واديهم وش وادخلها الفرن. والحالتين بيطلعوا الحمام ذهبي وجميل وشكله يفتح النفس. وطبعا ما تنسوش طشة الملوخية في الآخر على شوربة الحمام الجميلة دي. ويا رب يكون الوصفة عجبتكم وأفادتكم وتعملوا أحلى حمام، وحياتكم دايما تبقى تمام التمام التمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.